طيب ليه كل الخوف ده من دخول ال AI في التسليح؟ ايه المشكلة لما آلة هي اللي تحارب؟ المشكلة يا صديقي مرعبة. احنا بنتكلم عن أسلحة ذاتية التشغيل، درونز وروبوتات بتطير، بتحدد الهدف وبتاخد قرار القتل لوحدها في جزء من الثانية وبدون أي إذن أو تدخل من الإنسان. ال AI ما عندوش رحمة ولا بيفرق بين مدني وعسكري، هو في النهاية بينفذ كود. ال AI بيعتمد على خوارزميات ممكن يكون فيها انحياز أو خلل، والغلطة هنا مش بسيطة، الغلطة هنا بمجزرة. والأخطر من كده الفلاش وورز، يعني تخيل ذكاء اصطناعي أمريكي بيواجه ذكاء اصطناعي صيني وحصل سوء فهم خوارزمي في ثواني معدودة، وقبل ما أي رئيس دولة يلحق يرفع سماعة التليفون ممكن الآلات تبدأ حرب نووية شاملة بناء على حسابات رياضية خاطئة. الذكاء الاصطناعي بدأ كحلم إننا نصنع عقل يساعدنا نفهم الكون ونعالج الأمراض، لكننا كالعادة وزي ما عملنا قبل كده في الديناميت وفي الطاقة النووية، أول حاجة فكرنا فيها إزاي نقتل بيه بعض أسرع. سباق التسليح ده مش هيقف، والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي لما الذكاء الاصطناعي يوصل لمرحلة السوبر AI ويشوفنا بنستخدمه عشان ندمر بعض، هل هيقرر إنه ينقذنا من نفسنا؟ ولا هيقرر إن الكوكب ده هيكون أحسن بكتير من غيرنا؟ لو الفيديو ده خلاك تشوف ال AI من زاوية تانية، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وقول لي في التعليقات هل انت مع ان ال AI يدخل في التسليح عشان يقلل خسائر الجنود، ولا شايف ان دي بداية النهاية؟